ده من اقدم المحلات النحاس اللي موجوده في شارع المعز. يعني انت عمرك كله بتعمل كده. دي راس رمسيس، دي دقتنا دي راس خلاص. رمسيس. زمان كانت الناس كلها بتاكل في النحاس. الستات بتطبخ الطبيخ في النحاس، وكان كل سنه لازم يتبيض. من ايام السلاطين كانوا بياكلوا في النحاس. النهاردة أصل الحكاية من قلب الحسين. من هنا بدأت الرحلة بين الشوارع القديمة وصوت الدق وريحة النحاس اللي مالية المكان. هنا الصوت مختلف، صوت الدق على النحاس وصوت حكايات عاشت سنين طويلة في المكان ده. هنا صنايعي بيشتغل بإيده وبقلبه، وكل نقش بيحكي عن صبر، وكل قطعة نحاس ليها حكاية. احنا عند الحاج سيد مدبولي في شارع المعز. ده من اقدم المحلات النحاس اللي موجوده في شارع المعز. دي بقى اللي احنا كنا لسه شغالين فيها دلوقتي. دي كانت عربي. حاج سيد كام سنه في المحل ده؟ انا من سنه 1967 من ايام حرب اليهود ياه، في نفس المكان. انت حضرت قول لي بقى، انت المهنه دي واخدها ابا عن جدا؟ المهن اتطورت. يعني والدي كان شغال في حاجات غير كده. دي النحاس ده كان زمان كتير قوي، شغله كان جامد. كانت الناس كلها بتاكل في النحاس، الستات بتطبخ الطبيخ في النحاس، وكان كل سنه لازم يتبيض. ده من ايام السلاطين كانوا بياكلوا في النحاس. ولغايه سنه 67 و68 و70 كان موجود النحاس. انتهى تقريبا في السبعينات. دخلت الالومنيوم وبعدين دخل الستانلس وبعدين التيفال كل الحاجات دي ألمونيا، بس ايه واخده طبعا. قول لي بقى اشهر حاجه هنا الزبون بيجي ياخدها ايه؟ هو هنا الزبون على قد حاجه. شايفه احجام وانواع واشكال. لازم انبي جميع الاذواق. ولادك كمان علمتهم المهنه؟ لا، انا عندي بنت دكتوره ما شاء الله، وبنت مخرجه في السينما، ولد خريج تجاره وقاعد معايا ما شاء الله. وربيتهم احسن تربيه من النحاس؟ لا، مش من النحاس بس، النحاس وقد كده كان الالومنيوم. ايوه، يعني الشغلانه دي هي اللي كبرت ولادك طبعا. وما ليه غيرها. اشتغلت بايدك؟ لا زي ده لا. ما بتنقش بايدك؟ لا. طب قول لي ايه اغلى قطعه نحاس؟ دي ده فيها عندها دي وزنها قليل، دي وزنها تقيل. هو النحاس بالوزن. بالوزن يعني انا لو عايزه اشتري نحاس وما يبقاش مغشوش اعرفه منين؟ بص حضرتك هنا، هاتي دي. دي مش نحاس. عشان اللمعه بتاعتها دي مش نحاس. اللمعه كمان. بص حضرتك من جوه. كان زمان لازم يتبيض. يعني ايه يتبيض؟ يعني كنت اسمع يقولوا احنا هنبيض النحاس. اسمع عليك. ايوه، هنبيض النحاس. هاتي حضرتك دي اتقل. دي اتقل، صح. ده مش نحاس صافي، مخلوط. كانت دي طبقتين، من الداخل كان بالالومنيوم ومن الخارج بالنحاس. دي صحيه، دي غير صحيه. دي كنكه غير صحيه. انت جبت لنا اصل الحكايه بتاعه النحاس. ربنا يديك الصحه ويبارك فيك. انا مبسوطه ان انا جيت المكان العظيم ده. في الحسين ناس بدأت المهنة من وهي عيال وكبرت معاها، وعمر ما في مصر كان النحاس مجرد شغل، كان جزء من البيوت والتراث ومن الزمن الجميل. وعشان كده فضلت الحكاية عايشة للنهاردة في زمن كل حاجة فيه بتتغير بسرعة. لسه في ناس متمسكة بأصل الحكاية.